مساء الخير يا فندم، معاك محمد بيتو من خدمه العملاء، اقدر اساعدك ازاي؟ انتوا شركه ده انا 5 مرة كلمكم يا ولاد ايه ده بس يا فندم وانا هساعدك. انت ابن انت حد فيكم رن محمد عواطي؟ اتفضل يا فندم. انت لو ما حلتليش مشكلتي خلال دقيقه انا هشتمك. دقيقه واحده؟ لا اتفضل اشتمني يا فندم. تصدق ان انت انسان بجح علشان انت بني ادم مش شايف شغلك. انا مش شايف شغلي اهو، ما انت لو شايف اللي انا شايفه مش هتقول الكلمه دي. يعني ايه باقة النت تقعد اقل من اسبوع؟ انتوا شركه حراميه. لحظات يا فندم اراجع عدد الميجات الاسبوع ده واشوف حضرتك اتفرجت على ايه. هو انت ممكن تعرف انا كنت بتفرج على ايه؟ اه طبعا بعرف، بس ما تخافش مش هقول لحد. بص يا فندم، انت الاسبوع ده اتفرجت على 44 حلقه من جيم اوف ثرونز. طب وايه المشكله؟ المشكله ان انت مشترك بباقه ب 120 جنيه، دي ما تجيبلكش عبد الغفور البرعي حتى لو سيزون واحد، اخرها اتفرجك على البلطو بتاعه. عايز اعرف ليه الشبكه عندي مش 5G؟ حضرتك البيانات اللي عندي بتقول ان انت في مصر القديمه. طب ايه الحل؟ انقل مصر الجديده. ايه يا فندم؟ لا يا فندم، مشكله في السيستم بس. اديني دقيقه احلها وارجع لك. ماشي يا فندم. انا داخل الحمام 10 دقايق، اللي هيلاقي على اللابتوب ما تزعلش مني. لا ما تخافش احنا بنلعب. تمام. دي خدمه عملاء بتستهبل. يا باشا بس فهمني ايه مشكلته. انا بقول لك ايه مشكلتك. يعني ايه الباقه بتقعد 4 ايام وبتخلص؟ ثواني يا فندم، خليك معايا. يا فندم نجيب لي اللي انت كل يوم بتتكلم من 12 بالليل للساعه 8 الصبح. ايه المشكله يعني؟ لا مفيش مشكله، انا عايز اعرف بس بتتكلموا في ايه 8 ساعات كل يوم. الكلام ما بيخلصش. ايوه الكلام ما بيخلصش لكن الباقه بتخلص. طب ايه الحل؟ الحل اللي انا هحولك من الباقه اللي انت فيها دي لباقه اللكاكين. اتفضل يا استاذ. الو. الو. ايوه. ايوه اتفضلي، ايه مشكلتك؟ احمد سابني. احمد سابك؟ يغور في داهيه، انا موجود. ممكن تشغل لي اغنيه ترجع لي لتامر حسني؟ ارجع لي لتامر حسني؟ لا التاني اسامه منير، هنا خدمه عملاء، بلاش عباطه، اتكلي على الله. بريك. انت عامله لنا اكل ايه؟ عامله لكم قلقاس. قلقاس؟ ما انت عارف انا ما بحبوش. خلاص كل سبانخ. قلقاس وسبانخ، احنا في مركز تدريب، انا عارف انا اكل منين. واخد الحاجه دي عشان القرود اللي انت مخلفاهم دول ما يلعبوش فيها. هتاكل فين؟ وغلط امك، هات لك معاك. رايح اكل برجر المزاج، خليك انت مع القلقاس. انت عارف ما بحبوش. يعني انت خايف تقول لها؟ خايف اقول لها. يا عبعال الاكل جاهز. روح يا عبعال. هصلح الكاشير بس. ما تلتزم بقى. اول مره تاكل من عندنا؟ اول مره ايه ده، انا كل يوم عند العربيه، بس لما عرفت ان انت فتحت في سموحه قلت اجي اجرب. تحب اجيب لك ايه؟ هات لي واحد برجر المزاج وواحد برجر سموكي مشوي على الفحم، بس وغلاوه امك متاخر، مستنيك في الصاله فوق، فاضل ربع ساعه البريك بتاعي. يلا. ايه يا ريس؟ انت فين؟ في عميل مقدم فيك 3 شكاوي. انت قلت ايه؟ عميل يعني خايف، يبقى سيبني اكل بقى عشان البرجر على وصول. برجر ايه؟ البريك خلص. خلص؟ عامل حسابك. واضح من عندي هنا ان الباقه بتاعتك مشويه على الاخر. مشوية ايه يا عم؟ انا اقصد يعني انها خلصت بدري. طب في اضافات؟ طبعا في اضافات بطاطس بالجبنه، وعندي كل الصوصات هنا. صوصات ايه وبطاطس ايه؟ انا قصدي اضافات الباقة. لحظات معايا يا فندم. حاضر. لحظات معايا يا فندم. لحظات معايا يا فندم. حاضر. يا جدع اللي سموكي، لا اقفل من عندك انت يا باشا. استعنا على الشقه بالله. خد دول كمان معاك. هو ايه ما حدش هيطبخ النهارده ولا ايه؟ يا فندم يوسفين انا تهت منك. هتلاقي العمارة لونها أبيض. يا فندم كل العباية لونها ابيض. بص طيب هتلاقي البواب لابس قفطان. والله العظيم لابس قفطان؟ طب كويس، بحسبه لابس بدله، ما هو اكيد لابس قفطان. هتلاقي العمارة تحتيها كلب شرس، أول ما يهوهو عليك بقى أنت كده وصلت. كلب شرس؟ طب والكلب ده لو شم الكفته بالبيستاشيو اللي انا جايبها لك؟ لا تعالى ما تقلقش. أنت فين كل ده؟ انا تحت البيت بقالي نص ساعه والكلب عمال يلف ورايا، وربي اللي خلاني لو ما نزلت خدت الاوردر لا اسيب الكفته للكلب ياكلها وهطلع احاسبه. اوردر مشويات جدا. ايه ده؟ الاكس، وهو ده الكومباوند اللي بتقولي عايشه فيه؟ ده في فران في الدخله. ايه ده، هو انت يا منيل؟ ايوه انا. طب خد وهات اوردر مشويات. مشويات؟ طالبه كفته بالبيستاشيو ونص فرخه؟ الله يرحم لما كنت بتقولي هقدمها بسقرس. اوردر مشويات جدا يا باشا. الحساب كام؟ 330. طب معاك 20 وتاخد 350؟ طب معاك 400 تاخد 70؟ طب تديني 500 واديك 170؟ لا احنا كده في درس رياضه. طب ايه رايك ما تدخل تشرب كوبايتين شاي جوه ونشوف ممكن نعمل ايه؟ لا انا ممكن اخد بعض وامشي. طب خد ال 330. ماشي يا جدعان، اوردر مشويات جدو، كده الحساب 1600 جنيه. يا عم اصبر بس نشوف مين اللي هيكسب، ده اللعبه على المشويات. ومش كان اللعب على المشاريب؟ يا عم انزل بالشيش. خد يا صاحبي الشيشه اهو. يا عم اهدى شويه بقى عشان خسران هو اللي هيحاسب. هيحاسب وهيتحاسب على الاكل الحرام اللي انتوا طالبينه ده. ده حسابك 250 جنيه. معيش غير 200 جنيه عشان احنا اخر الشهر. طب ما كنت تطبخي طالبه اكل من بره ليه؟ معلش معيش غيرها. طب هاتي كده، انت طالبه 3 طرب و2 لحم. اتفضلي. اخد انا 1 طرب، كده انا حسابي مظبوط. ايه ده انت مين؟ شكلك هجام ولا حرامي؟ هجام؟ انا الدليفري. طب مالك؟ تعالى مكلبش ليه كده وادخل كده لحد ما اجيب لك الفلوس تأدبني. الله يبارك لك. وغلاوة امك تعلم مسرحيه، دي حاجه بحبها قوي. ما تتكل على الله يا ابني، بقالك ساعة قاعد عندك شغل مدغور في داهية. ماشي يا حاج، النوة دي تعدي بس، هو ما كمل شغله والله، وبعدين نقطه ضعف الحواوشي بتاع جده، وغلاوة امك اعملي كوبايه سحله. ايه يا استاذ، انا وصلت قدام العماره اهو. وطي صوتك، أنا طالبة الأوردر من وراهم. اطلع الدور الرابع شقة 2. عينيا.
انت طالع فين يا ابني الوقت ده؟ طالع الدور الرابع اطلع اوردر. ربع شقه كام؟ شقه 2، واحده طالبه اوردر من ورا اهلها. دي بنتي، حسابه كام؟ 400 جنيه بس. ليه طالبه ايه؟ انا اقول لك طالبه ايه؟ طالبه طرب وشيش وكفته، مش بس كده، طالبه حواوشي الساعه 4 الفجر. هي ما عندهاش قولون ولا ايه؟ هات بقى دول عشان جاي على ملا وشي، اطلع لها. الو. فين يا ابني انت؟ لا مفيش، كنت واقف مع الحاجه بس، حاسبني على الاوردر وطلع يحاسبك الله يخرب بيتك. عشان تبقى تطلبوا 4 الفجر تاني. مديرنا اللي منور الفرع كله، انا وصلت كل الاوردرات، النهارده 1 في الشهر. تعرف اللي انت معجز الشهر ده؟ اه والله عجزت، بص شعري بيض ازاي؟ من الزباين اللي بطلع لها. تواكل نص الاوردرات اللي انت طالع بيها. يعني اعمل ايه؟ ما ريحه الاوردر اللي تفتح النفس. تمام يا حبيبي، خد بقى ال 100 جنيه دي بقيت حساب الشهر بتاعك. 100 جنيه حساب الشهر؟ لا تمام، خد بقى كده اعمل لي بيهم 2 شيش وانا قاعد في الصاله. ايه الحاجه دي كلها؟ دي حاجة مدام انجي. مدام انجي الله يكون في عون جوزها. جوزي توفى. ما لازم يتوفى، اكيد يتوفى بفاتوره شبه دي. من شكل حضرتك انك جاي للميرور، ودي لعبتنا، دي فالنتينو. ايه يا جدع انت ده؟ معلش الجيوب الانفيه مبهدلاني خالص. دي سترونج ويز يو. لا ده انت مش طبيعي. واضح الحاجات عندكم قويه وفوحانه وثباتها عالي قوي. انت لسه شفت حاجه؟ خد مني دي. يلا لو سمحت عاوز عود. احنا بعون الله عندنا اقوى انواع العود في مصر. ده عود عز. عايز عود غير ده. تمام. ده عود ابراج. لا عود غير ده برضه. حلو قوي. ده اخر عود عندي. مرضي كده. المشكله بقى ان الناس بترش البرفان غلط، البرفان بيترش على النبضات ورشتين تحت الباط. جميل. دي النبضات، ارفع لي الباط. لا قرص الفلافل ده مش عايز برفان، ده عايز ميه نهر. زبون كل خميس اللي بيجي يرش عشان رايح يقابلها وفي الاخر ما بيشتريش ومفكرني مش قاطع عليك. جايب لك هديه. ايه يا عم ده حريمي؟ لو راجل روح قابلها. عيد ميلاد ياسمين صاحبتنا بكره، عايزين نجيب لها برفيوم هديه. عينيا، عندنا في اوليفر اي نوع برفان في مصر. انا عايزه اجيب لها برفيوم خليجي، وانا عايزه اجيب لها برفيوم غربي، وانا عايزه اجيب لها بادي سبلاش. انا ممكن اسالك سؤال؟ انتوا الثلاثه هتجيبوا لياسمين برفان؟ هي ياسمين جربانه. هنا بقى براند عساف الاوريجينال. دي الفرانكل. الله. امال ايه؟ دي الاورا. تحفه. تصدق ان حضرتك شمام؟ بتقول ايه يا بابا؟ لا قصدي شمام يعني بتفهم في البرفان. حبيبي حاج، طبعا كلنا عارفين ان ريحتك في الصيف اهم من اي حاجه، وعشان كده اوليفر اكبر براند برفانات في مصر عامل لك الثلاث قطع ب 1100. يعني لو عديت في حته وشموا ريحتك يبقى انت اللي معفن. طب ما فيش ريحه احطها البنات تتجنن عليا؟ لا انت حبيبي لو رشيت لك المحل كله محدش هيعبرك، مفيش فايده. بقول لك اخويا عندكم خمره؟ خمره؟ يا ساتر يا رب، اسمها خمره عندنا. وعندكم مكرونات روج؟ مكرونات روج؟ انت جعان ولا ايه؟ اسمها بكرات روج. ليه يا عم تتكلم معانا ليه كده؟ ما انت عندك علب كحك فوق. علب كحك؟ علب الكحك دي برفانات اصلي حبيبي، مش موجوده غير عندنا. اوريجينال. طب هات لنا سواق ديور. لا سواق ديور دي تركب لها الموقف اللي ورا، اتكلوا على الله ما عنديش برفانات. ده براند لافيرنا اللي جورجينا ذات نفسها عملت له اعلان وانا بستخدمه شخصيا. تمام قوي. اتفضل. حضرتك بتعمل ايه؟ ده برفان مش فوار. لو سمحت عايزه برفيوم هديه لخطيبي. في نوع معين حضرتك حباه؟ انا عايزه كده نوع يفتكرني بيه على طول كل ما يرش. لا مفيش راجل بيفتكر الست طول اليوم، ده مش محتاج برفان، ده محتاج عمل. لا شوف لي حاجه غيرها. تمام، اطلع بره. ايه يا عم المكان ده من كتر ما انا بدور جالي شد. بسم الله ما شاء الله، المكان عندنا كبير، انا برضو جالي غضروف. اركب ندور مع بعض. عايزك بقى ايه؟ تمسك كويس عشان الظابط قدام وانا مش مسؤول عن اللي هيحصل. ده نوع مناسب للصيف. انا ولا بصيف ولا بحب الصيف، تمام. ده نوع مناسب للخروجات والسهر. ولا بخرج ولا بحب السهر. شكل حضرتك عملي، هجيب لك نوع مناسب للشغل. انا عاطل. اللهم توليك يا روح. طب بص، عندنا باي 1 جيت 1. يعني ايه؟ يعني هشتري قطعه وعليها قطعه هديه. ممكن تديني القطعه الهديه؟ الو، صباح الخير يا فندم، يا رب تكون بخير. احلى كوبايه شاي. شاي؟ ده انا معايا بيع طرش، روح هات لي مانجا. معاك يا فندم. وانت يا حيوان مش 10 مره كلمني واقول لك ماليش في الاستثمار. ما انت لو مش جاي معاك البيع كنت عملت لي بلوك، لكن باين على صوتك كده اللي انت مليونير ويجي منك بيع في الساحل. ساحل؟ ده انا عندي 65 سنه مش فاضي للعبط ده. حلو، عندي ليك مقابر بتبص على الميه وهواها يرد الروح عشان تامن فيها مستقبلك وترتاح وبالتقسيط. تصدق ان انت حيوان؟ المانجا. لا البيعه باظت، روح بقى هات لي الشاي. اهلا يا استاذ، انت الرانك بتاعك قليل قوي، انت لو ما بعتش الشهر ده هتترفد. لا هسعى حاضر. خليك زي شاهي لسه واخده كوميشن 250,000 جنيه. ما عشان شاهي لازم تبيع، انا هبيع ازاي؟ انا ماليش فيه، انت لازم تبيع. بالله عليك ايه ده؟ 2 ايفون؟ ده لسه ما غيرتش الصابونه اللي معايا. انجز عاوز ايه؟ عايز داتا ارقام العملاء، المدير هيرفدني. خد دول عمله مميزه. دول عملاء مميزه؟ ده ما فيش رقم غير التاني، دي ارقام صناعيه. كلمهم بس وهتدعي لي. ايه يا مستر طارق؟ انا وصلت المكان اهو في انتظارك. جاي لك. ايه الصوت ده؟ الحمد لله على السلامه يا مستر طارق، دول اكيد الشركاء. اقعد ولا انت لا بقى اللي كل يوم تكلمني الساعه 8 الصبح
وتقول لي فيلا ب 100 مليون وشقه ب 50 مليون؟ انت عبيط ولا؟ لا الشقه بمقدم 10 مليون جنيه وقسط الشهر بيوصل ل 80,000 جنيه، وانا قلت باين عليك مهتم وهتخلص. هخلص بس عليك. انا كنت متاكده ان انت حباني قبل فرحنا بشهر. صدقوا تؤمني بالله احنا اخر الشهر ممكن ابيع اي حاجه عشان التارجت. خدي بعضك بقى وانزلي. ايه المكان ده واحنا تايهين ولا ايه؟ ممكن اعرف بس ايه اللي مش عاجبكم في المكان؟ عايز اقول لك المكان ده هو اللي جاي وهيبقى مشروع لقطه. هو فين المشروع اصلا؟ اسمع مني بس، هنا هيبقى اليونت بتاعكم، هنا البلكونه، هنا بقى اوضه النوم، تمام ايه؟ هنا بقى الحمام. ازاي بقى؟ مش مصدقيني؟ انا هوريك. لا 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 تمام قوي مصدقينك والله. فين بقى الريسبشن؟ ريسبشن؟ انتوا 3 شركاء في 30 متر وعايزين ريسبشن؟ لا مش استهدوا بالله بس، هم الشركاء كده عمرهم ما بيتفقوا. طب معلش شوف لنا واحده غير دي. وحده؟ هو في اكتر من كده وحده؟ طب بقول لكم ايه، انتوا شكلكم هتزهقوني، انا عندي لكم قصر. قصر؟ ده بقى القصر. ده مطعم. ايوه ما ده قصر المندي، بقالكم 6 ساعات عمالين تلففوني في الصحراء مش عاجبكم حاجه، ده بقى اللي هيعجبكم. شايفين بقى كام واحد في القصر؟ يا رب بس الاقي مكان نقعد فيه. بس انا كده اللي هختار. هات لي عزومه ستي وبلاش عمتي عشان حربيه ما بحبهاش. دي بقى انا لا ثواني بتعملوا ايه؟ ما احنا التلاته شركه في صينيه واحده. انتوا الثلاثه كمان شركه في الصينيه؟ لا ده انتوا صعبين قوي. مين دول؟ دول باقي الشركاء، يعني دول كمان شركه في ال 30 متر اللي انتوا عايزينهم؟ ولسه في كمان شركاء جايين في الطريق. تمام. البيعه دي لو هتجيب لي مليون جنيه انا مش عايزها منك لله وسيم على لسته العملاء اللي انت جايبها لي. اقول لك على حاجه، خساره فيكم قصر المندي. الله ينور يا شباب، الكوميشن وصل. الله يبارك لك يا ريس. اعطيني كوميشن 500 جنيه وانا بايع حنطور. عايزكم تعرفوا ان اي حد هيضحك في الحصه هطلعه بره. الا ساره عشان بحب ضحكتها قوي. السنتر كله مراقب بالكاميرات، اي حد يعمل لي حركه كده ولا كده الفار اهو هجيبه على طول. يا حبيبي هو ايه السعر ده؟ السعر ده شامل الضريبه ولا انت فالح تدفع في الايفون بس؟ امسك يا حبيبي اتكل على الله. يلا ممكن اخد مذكره وهحاسبك بكره؟ هات البطاقه. خد المذكره. تجيب الفلوس تاخد البطاقه. تمام. اتكل على الله. شبكه كمبيوتر وصل؟ وصل يا حبيبي. انت مش مذكره ولا ايه؟ فكره ايه؟ انت طبعا انت لا فاهم دي ليه احياء ولا علوم ولا دراسات ولا فاهم اي حاجه. شبع على الله. ونعم بالله. روح يا بابا، لو نجحت يبقى تف في وشي. لا نور. ايه ده يا ابني؟ انا عملت رسم القلب يا مستر والحمد لله انا كويس مش تعبان. تعبان؟ انت تعبان في مخك. انا مش عايز رسم قلب، انا عايز رسمه القلب. روح. حاضر. احنا معانا المذكره. والله ده انتوا مصورينهم. دافعين كام بقى؟ 170 جنيه. طب انت عارف اللي هي 150 جنيه؟ سبق غبائك ده ما انتش داخل الحصه. يلا بابا انت اهو. خش يا حبيبي على الحيطه كده انت اهو. سوري اتاخرت. ولا يهمك، اكيد المواصلات كانت زحمه النهارده. ارفع على ايدك فوق انت اهو عشان تبقى اتاخر كويس. ملكة نحل العسل كده بتنتج البويضات بتاعتها. نجم نجوم الاحياء في مصر. عايز اقول لك كوبايه الشاي جاهزه بره. يلا بينا. ايه العدد ده كله؟ ده انا ما شفتهمش في حفله مروان بابلو. بطل نق شويه بقى يا عم مش هنق، انت كده بتراضيني. اي حاجه بقى. ها الله يرحمك يا عظمه، كنت واجهه السنتر. ايه ده؟ هو ده حقيقي؟ الله يرحمه كان حقيقي. عمل فيها بورم راح جاي معدي سكه البحر عربيه شتته، مع ان النفق كان جنبه. حتى بص انا عرفت انت بتعيد السنه ليه. لو تركز مع المستر عشان تركز مع البنات كان زمانك من الاوائل. ايه ده؟ لو حد محتاج سؤال اتفضل. مستر ممكن تكلمنا عن التكاثر؟ لا ثواني كده، ده مستر احمد قطب، التاني دكتور هبه قطب. امشي اطلع بره. روق. ايه ده؟ قوم انت نايم ولا بتتحاسب ولا ايه؟ قوم فوق كده حبيبي. فوق يا بابا. ايه ده؟ انا حاسبه في حصه احياء؟ يبقى انت قاعد عمال تحسب دول بيدفعوا كام والمستر بياخد كام الف في الشهر. انا عرفت بيعلق محلول مني ليه كل شهر. تعالى يا بابا تعال امشي اطلع لي بره. يلا بابا. وده بيبقى ليه علاقه بالبيئه. انت انا كنت بقول ايه؟ طب الطحن بيعيش فين؟ في المجاري. في المجاري؟ ده سباك مش طالب. لا كمل انت بقى وسيب لي الصنايعي ده عشان حفيت السنتر بايظه عندي بره. يلا بابا. السلام عليكم. انتوا لسه جايين؟ دي الحصه شغاله بقى نص ساعه. معلش اتاخرت عليا وانا بحبش تيجي لوحدها. والله العظيم خلاص اجيب لكم 2 فشار اقعدوا في الكنبه اللي ورا. ما انتوا جايين سينما. مش عايزكم تشغلوا بالكم خالص بالامتحانات، انا كده هجيب لكم الزتونه. ايوه والنبي بقى مستر الزتونه ده عشان عايز حد معلقه. انت يا حبيبي ما تجيش الا بالليل، انا عمري ما شفتك الصبح. لا مش انا، ده انا كنت اونلاين. اونلاين على الماسنجر مع دي وعلى الواتساب مع دي وخارب الدنيا. لا اونلاين مع المستر. والله طيب ماشي ادخل انت.